اهلا بيكم. النهارده هنعمل فيلم جامد جدا، بس قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. يبدا الفيلم وبنشوف اجتماع في مجلس الشعب بحضور وزير الداخليه ساتيا، وبيكون ساتيا مقدم مشروع قانون عشان محاربه الفساد، بس الحزب المعارض بقياده يشوان بيرفض ده، وبيحرض جزء من اعضاء حزب ساتيا انهم يرفضوا، وبالتالي ساعه التصويت فعلا بيرفض الاغلبيه ومنهم مرات ساتيا، وبيقول لهم ساتيا انهم بيهتموا بحاجات تافهه زي حظ التيك توك والتويتر، انما الفساد بس هو اللي مهتم بيه، وهو واثق ان بلاده عظيمه وهتحارب الفساد، وبيسيبهم وبيمشي. وبتعلن الصحافه والتلفزيون ان قانون وزير الداخليه سقط، ولما بتتسأل مرات ساتيا عن سر رفضها للقانون بتكون شايفه ان ده راي الاغلبيه في حزب المعارضه اللي هي منهم، بس هي فخوره لجوزها. وبالليل بيروح ساتيا وبيكون الدكتور عند مامته، وبيقول لساتيا انها ما فيهاش اي تحسن من ساعه ما عملت الحادثه من 25 سنه، وانها كمان ما فاقتش من الغيبوبه من ساعتها، وبيسيبوا الدكتور وبيمشي. وبتروح له مراته وبتقول له ان البلد دي عظيمه عشان فيها امهات عظيمه بيخلفوا ناس زيك وبيسعوا للحقيقه حتى لو خسروا. وبعد كده بيروح ساتيا عند تمثال ابوه وبيوعده ان يا اما هيمحي الفساد وينتصر يا اما هيموت، وبيسيبه وبيمشي. وبعد كده بنشوف شيتال ومامتها وهم رايحين المعبد يصلوا، ولما بيخلصوا وهم ماشيين بيشوفوا طفل بيضربوا الراجل اللي مشغله، وده بيخلي شيتال تركز معاه وبتتزحلق وبتقع من على السلم وبيودوها المستشفى. ولما بيوصلوا المستشفى بيكون في اضراب، وبتطلب سافيتري من الدكتوره جوتي انها تعالج بنتها اللي بتنزف، بس بيرفض الدكتور فيكرام انها تخرج من الاضراب وتعالجها، وبيقول لسافيتري انها لو عايزه تعالجها تروح مستشفى خاصه. في الوقت ده بتنادي شيتال على امها، ولما بتروح لها بتكون ماتت، وبتقول سافيتري لفيكرام انه في يوم هيحصل له زي ما عمل في بنتها دلوقتي، وبتنهار بعدها. وبالليل بنشوف فيكرام قاعد مع واحد من رجال الاعمال، وبيكون فرحان من اللي عمله فيكرام، وهيبدا يبني مستشفته الخاصه عشان يكسب منها. ولما بيخرج فيكرام من عنده بيكون سكران، وبيركب تاكسي وبياخدوا السواق على المعبد اللي وقعد على سلمه شيتال، وبيكون السواق هو ساتيا، وبياخدوا المعبد وبيضربوا وبيوقعوا من على السلم وبياخدوا ويوديه المستشفى، بس بيرفض الامن يدخله وبيقول له انهم عاملين اضراب ويوديه المستشفى خاصه، فبيرميه ساتيا على الارض وبيقول له ان كما تدين تدان. وتاني يوم بينهي الدكاتره الاضراب وبيرجعوا يعالجوا المرضى، وخصوصا الدكتور جودي اللي كانت ضد الاضراب اصلا. وبتعلن الصحافه عن وجود بطل جديد بيحاول يقضي على الفساد، بتكون الناس فرحانه بده لكن هم مش عارفين هو مين. ولما بيوصل المفوض بيعلن ان هو هيمسك المجرم اللي عمل كده واللي يستاهل يتحاكم هو. بعد كده بيروح رئيس الوزراء اللي هو حما ساتيا، بيروح لساتيا البيت وبيقول له ان هو فخور بيه وعارف انهم هيقدروا ينهوا الفساد، وبيقول له كمان ان لو ابوه كان عايش كان هيكون فخور بيه. وبعد كده بيزور امه وبيقول له ان كان نفسه يعتذر لها انه ما قدرش ينقذ ابوه. وبعدها بيكون هو وساتيا والمفوض عايزين يختاروا ضابط كويس عشان يمسك قضيه ومهمه القبض على المجرم اللي قتل فيكرام. وبيقول لهم رئيس الوزراء انه بيتكلم عن جاي مساعد المفوض، وان هو عارف انه احسن ضابط بس مشكلته ان بيجيب حقه بايده ومش بيستنى القانون. في الوقت ده بيكون في بنت بيتهجم عليها مجموعه بلطجيه، بس جاي بيوصل في الوقت المناسب وبيضربهم، ولما بيحاولوا انهم يتجمعوا عليه ويضربوه بيقدر يمسكهم ويضربهم وبيخلي كمان البنت تضربهم. وتاني يوم بيقولوا المفوض لساتيا ان مساعد المفوض جاي في الطريق، وهو بيقول له انه مش هيجي على هنا على طول وانه كمان هيتاخر. وفعلا بنشوف جاي بيزور ام ساتيا اللي بتكون امه هو كمان لانهم توأم، وبعدها بيروح عند تمثال ابوه وبيديله التحيه، وبيجيله ساتيا وبيسلموا على بعض، وبيجي لهم رئيس الوزراء وبيقول لهم ان ابوهم اكيد فخور بيهم، وبيتكلم معاهم عن المجرم وبيوعدوا جاي ان هو مش هيرتاح غير لما يمسكه. ولما بيوصل جاي الاسم بتجيله مكالمه من مجهول، ولما بيرد بيكون ساتيا وبيقول له ان هو المجرم اللي بيدور عليه وانه مش هيرتاح غير لما يحاسب كل المسؤولين عن الفساد. لكن جاي بيقول له ان لو عايز يعمل ده يرشح نفسه في الانتخابات ويعمل كده، لكن ساتيا بيقول له ان انت اخوك وزير الداخليه وما قدرش يعمل قانون محاربه فساد، فبيعرفوا جاي انه كده هيكون مجرم وبيقسم له ان هو هيقدر يمسكه وهيدفنه بايده، لكن ساتيا بيكون شايف ان اللي بيعمله هو اللي صح. في الوقت ده بيوصل اطفال المستشفى الحكومي، ولما بتشوفهم جوتي بتقول ان دي حالات تسمم غذائي وبيبداوا يعالجوهم، بس فجاه بيكتشفوا اسطوانات الاكسجين فاضيه، وبتحاول جوتي تتكلم مع مدير المستشفى عشان يلحقوا الاطفال، لكن طبعا محدش بيسمع لها وبيموت الاطفال. وبتعلن الصحافه ان بسبب اهمال المستشفى مات 40 طفل من مدرسه احمد اباد، ودول اكلوا اكل فاسد وبيكفنوا الاطفال. وبيروح ساتيا ومراته يقدموا واجب العزاء، وبيحاول يتهجم عليهم ناس لانهم سبب في ده، بس اهل الاطفال اللي ماتوا بيدافعوا عنهم وبيطلبوا من ساتيا انه ما يشفقش عليهم ويجيب حق الاطفال دي. بعد كده بيروح ساتيا لاعضاء حزبه وبيقول لواحد منهم انهم السبب في اللي حصل للاطفال، لان شركه الاكل الفاسده بتاعت نسيبه والشركه اللي بتدي اسطوانات الغزل للمستشفى من شركه قريبه، وبيقول لهم ان هيخلي رئيس الوزراء يخليهم يقدموا استقالتهم، لكنهم بيكونوا شايفين ان هو مصدوم لان الناس اللي ماتت اطفالهم هم دول اللي بيدعموه، وبيعرفوه انهم لو
واستقالوا الحزب هيتفكك وهو مش هيكون في الحكومة تاني، لكن هو بيسيبهم وبيمشي. وبيروحوا يحتفلوا بالليل ان بعد اللي حصل هيقدروا يفتحوا المستشفى الخاصة اللي هم عايزينها. لكن بيكون ساتيا مستني الاتنين بيرساد وتريباهي وهم راجعين من حفلة وسكرانين، وبياخدهم المدرسة اللي كان فيها الأطفال وبيجبرهم ياكلوا الأكل المسموم اللي الأطفال كلوه، وبيديهم اسطوانات الغاز الفاضية وبيموتوا بنفس الطريقة. وتاني يوم بتعلن الصحافة ان القاتل قدر يخدع الشرطة تاني، وان موت بيرساد وتريباهي عمل فوضى في البلد. وبيروح جايو مع رجالته للمستشفى اللي موجود فيها السواق بتاع بيرساد وتريباهي، لأنه هو فاق وبيكون عندهم أمل انه يتعرف على القاتل. وهناك بيقابل أخو ساتيا اللي بيطلب منه انه ينضم لهم، وفعلا بيوافقوا. بس السواق ما بيكونش فاكر اي حاجة، وبيكون ساتيا شايف ان ده من ذكاء القاتل، بس جاي بيكون متأكد انه هيعرف يجيبه. وبعد كده بنشوف ست بتروح المعاشات عشان تاخد معاش ابوها، لكن الموظف اللي هناك بيهنها وبيوصل جاي في الوقت المناسب وبيضربه، وبيقول له ان هو معاه 20 دقيقة لحد ما الست تصلي يكون خلص كل ورقها. فعلا بيدخل الموظف بسرعة وبيخلص الورق وبيخرجه ليها، ولما بتخلص الصلاة بيعتذر لها زي ما امره جاي. وبعدها بيعلن التلفزيون ان الجسر اللي لسه مفتتحينه في نجار واللي انشأته شركة ماجلينال للأسف وقع وتسبب في موت الناس، بس بينكر صاحب الشركة ان انشاءاتهم هي السبب، وبيقول ان استهتار الناس هم السبب. وفي الوقت ده بيكون جاي هو وساتيا وصلوا لان الحكومة شايفة ان صاحب الشركة هيكون الضحية الجديدة للقاتل، وبيعزمهم على فرح بنته عشان يفضلوا معاه ويحموه. فعلا بيوافقوا. وبالليل في الفرح بيقطع النور فجأة وبيتخطف السيد جوشي صاحب الشركة، وبيرجع النور وبيجري جاي ورا العربية، وبيحاول باقي الضباط يضربوا نار ويوقفوه لكن بيفشلوا. وبيكون جاي نط فوق العربية وبيوصلوا عند الجسر، وقبل ما يقتل ساتيا جوشي بيجي جاي وبيضرب جوشي وبيقتلوه هما الاتنين. وبيكون جاي شايف ان اللي غلط لازم يتعاقب، وبيقول لساتيا ان هو زيه بالظبط. بعدها بيروحوا سوا عند تمثال ابوهم. وبعد كده بنرجع بالزمن لورا وبنشوف بلرام ابوهم وهو بيساعد مزارع اخدوا منه الطور بتاعه لان هو ما قدرش يسدد القرض بتاعه. وبعدها بنشوف سدار وهو صحفي وصاحبه بيسالوا عن الاضراب اللي هيعملوه. في الوقت ده بيكون ولاده جاي وساتيا بيتخانقوا، وهو بيقول لهم ان بدل ما يتخانقوا مع بعض يتخانقوا عشان يوقفوا الفساد. وبيقرر برلام ان يبدا اضراب عن الاكل عشان يوقف الفساد اللي في البلد، وبيروح مع الناس اللي بيدعموه لحد مبنى الحكومه. وهناك بيحصل اشتباكات بينهم وبين الشرطه، بس بيقدر يوقفها برام، وبيقول لهم انهم لازم يتحدوا عشان يقضوا على الفساد وياخدوا حريتهم، وان هو ممكن يموت ويتهدر دمه بس لازم يكملوا. وبيطلب يشوان رئيس الوزراء انه يقعد مع برام. في الوقت ده بتكون الصحافه مش بتتكلم غير عن الاضراب وان هو سلمي بس في اماكن فيها عنف، وبرام بيكون عايز يقضي على الفساد والظلم اللي وقع على الناس. في الوقت ده بيتعب سدار وبيجيبوا له دكتوره وبيعرفوا ان هو عنده سرطان وكان مخبي عن الكل، وبتصر الدكتوره انهم لازم يودوه مستشفى دلوقتي، بس ما ينفعش ان بلرام هو اللي يروح معاه لان رئيس الوزراء هيوصل في اي وقت. فبتقرر مرات برام هي اللي تروح معاه. ولما بيقعد مع رئيس الوزراء وبعد مفاوضات بيوعدهم انه هينفذ طلباتهم، وبيعرف في الوقت ده برام ان عربيه الاسعاف اللي موديه سدار ومراته عملت حادثه، وفي مكان الحادثه بتكون مرات برام مغمى عليها، وبيحاول سدار وبيجي على نفسه وبيقاوم وبيشيلها لحد المستشفى. ولما بيوصلوا بياخدوها من طاقم التمريض والدكاتره وبيقع هو على الارض، وبيوصل ساعتها برام واللي بيقول له ليه عمل كده، بس سدار بيكون شايف ان ده اللي اتعلمه منه وان هو اتعلم منه التضحيه، وبيموت سدار. وبعدها بيدخل لمراته وبيكونوا بينقلوا دم منه ليها في الوقت اللي بيهجم عليهم مجموعه من البلطجيه، وبيحاول برام ان يحارب بكل شجاعه بس عددهم بيكون اكتر وبيقدروا انهم يتكاتروا عليه ويضربوه وبيدوا له كذا طعنه وبيموت. ولما بيوصل سينها مش بيلحق يعمل حاجه، وتاني يوم قدام مبنى الحكومه بيقرر سينها انهم هيكملوا الطريق اللي بدأوا برام وانهم هيعملوا تمثال يمثل الحريه، وبيقرر انه يدخل الانتخابات اللي جايه عشان يقدروا يحاربوا الفساد. في الوقت ده بيكون يشوان اجبر انه يقدم استقالته لان تم اتهامه بموت برام. وبنرجع للوقت الحاضر وبيقرر جاي وساتيا انهم يحاربوا سوا وانهم كمان يعملوا الثوره اللي ابوهم كان عايز يعملها. وتاني يوم بيكون في طفل من اللي بيشحتوا وبيكون المعلم بتاعه بيضربه وحارق وشه عشان يجيب فلوس زياده، لكن ما بيعرفش فبيقرر الولد انه ينتحر. وفي الاسم بيكون واحد من الضباط اسمه شوكلا بيضحك على موت الطفل، وده بيستفز جاي فبياخدوا مكتبه وبيضربوا عقابا ليه على اللي هو عمله. وبعدها بالليل بيروح ساتيا للمكان اللي فيه الاطفال اللي بيشحتوا، وبيكون المعلم بتاعهم عايز يولع في ولد منهم اللي كان شغال مع الولد اللي انتحر. في الوقت ده بيروح جاي البيت وبتكون مرات ساتيا صايمه صيام اسمه الكرفشوت، وبتطلب منه انه يجيب اخوه دلوقتي والا هتكون في مشكله. فبيقرر يلبس لبس اخوه وينهي صيامها لحد ما اخوه يخلص مهمته، وبيضرب ساتيا الراجل لحد ما بيقع وبيولع فيه زي ما كان عايز يعمل في الولد. وبيقول له الاطفال انهم مش هيتكلموا وهيقولوا انهم ما شافوش اي حاجه. وبيحاول جاي يهرب من مرات اخوه، وقبل ما بتمسكه بيكون ساتيا وصل في الوقت المناسب عشان يحتفل معاها. وتاني يوم قدام مبنى الحكومه بتكون مرات ساتيا بتقول خطاب وبتجيلها بنت بتقول لها ان بدل الشعارات دي تجيب
لها حقها من اللي اغتصبوها، وبتقول اسمائهم وهم ريفان شيخ ابن اسلم شيخ ملك المفروشات، وراندي كبداية ابن راجندر كبداية عضو مجلس الشعب، وفيراج ابن مأمور الضرايب مهندار. وانها ساعتها شافت المفوض وهو بيحيي اسلم شيخ، ولما راحت بعدها باسبوع تقدم شكوى رفض انه يكتبها لها، وانها مش هتسكت عن حقها وهترفع قضية عليهم، بس اللي هيحصل ان يوم الجلسة هيضربوها وهيحرقوها صاحية. فهي بتقرر انها تنفذ ده دلوقتي وما تستناش، وفعلا بتولع في نفسها، وبتحاول مرات ساتيا انها توقفها وبترمي بطانية عليها وبتاخدها توديها المستشفى، وبتطلب منهم انهم ينقذوها، وبتكون منهارة من منظرها. وبيكون رئيس الوزراء زي الباقي شافوا ده من خلال الصحافة، وبيدي امر بانهم يقبضوا على ال3 شبان دول. ولما بيروحوا المفوض يقابل ابن اسلم بيقول له انهم قبل ما البنت تتكلم في المستشفى هيكونوا قاتلينها، وان في المحكمة هيقولوا ان ال3 اعترفوا بالجريمة بسبب ضغط الشرطة وهيخرجوا. وفي المستشفى بيروح ساتيا يطمن على مراته ومعاه جاي، وبيتفاجئوا انها عارفة حقيقتهم، وبتطلب منهم يقتلوا ال3 شبان، وانهم كمان يقتلوا المفوض اللي ظلم البنت ورفض يكتب الشكوى. وبيعملوا كده فعلا، وبيروحوا يقتلوهم في وسط الاحتفال، وبيقتلوا المفوض كمان. وفي الوقت ده بتكون فاقت امهم بعد السنين دي، وبتخرج وبتروح الاحتفال، وبتشوف سينها وبتفتكر انها شافته وهو اللي قتل برام مش البلطجية. وبتروح لولادها اللي بياخدوها عند تمثال ابوهم، وبتقول لهم على الحقيقة بتاعت سينها، وبيقولوا لها انه وهو بيحيي الذكرى السنوية لوفاة ابوهم هيقتلوه وهياخد عقابه زي اي فاسد. في الوقت ده بتوصل مرات ساتيا وبتقول لهم انها هتزعل كبنته، لكنها هتكون فخورة ان هي عندها عيلة بتطبق القانون. وفي الاحتفال بيتفاجئوا ان سينها عارف ان امهم فاقت وانها قالت لهم الحقيقة وانهم هيقتلوه، وبيقول لهم ان ابوهم كان عايز البلد تكون احسن بس هو كان عايز القوة بس. وبيقول لهم كمان انهم يكملوا الصلاة طبيعي والا هتموت امهم. وبعد الاحتفال بيكون رابط امهم وبياخدهم عندها، وبيقول لهم هو اللي هيفوز بالمعركة دي، وهيخلي الاخين يتخانقوا لحد الموت، وانهم لو عايزين ينقذوا امهم يتخانقوا سوا. وفعلا بيعملوا كده لحد لما بيقعوا هما الاتنين في نفس الوقت على الارض، وبيقول لامهم انها تطلب برام يجي ينقذهم. بس في الوقت ده بتوصل بنته واللي هي مرات ساتيا، وبيكون معاها كل مؤيدين برام وبيضربوا رجالته. وبيقوم جاي ساتيا وبتقول لهم امهم يقتلوه ما يسيبوهوش، وبيمسكوه وبيضربوه، وبيساعدهم الناس في انهم يقتلوه. وبكده بيكون خلص ملخص فيلمنا النهارده. وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا جداد معانا.